يسعد أوقاتكم حبايبنا الغاليين، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم من مقام وضريح نبي الله شعيب عليه السلام. يقع ضريح النبي شعيب عليه السلام في منطقة وادي الشعيب جنوب مدينة السلط في الأردن، وهو عبارة عن مسجد حديث فيه قبر ينسب للنبي شعيب عليه السلام. تم إنشاء المسجد وتأهيل المقام حديثا، حيث افتتح المسجد تحت رعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين في شهر رمضان عام 2003. يشمل المسجد مصلى للرجال وآخر للنساء، والمقام وقاعة متعددة الأغراض ومكتبة وسكن للإمام، بالإضافة إلى الدورات الصحية والمتوضئات للرجال والنساء. يعتبر مقام وضريح النبي شعيب أحد المواقع الأثرية والمقامات الدينية المهمة عند مسلمي الأردن، وذلك للاعتقاد بأن النبي شعيب أحد الأنبياء المذكورين في القرآن قد دفن فيه، ما جعل المنطقة تشكل نقطة جذب سياحي وتوافد عليه آلاف الزوار سنويا، بينهم أعداد كبيرة من دول شرق آسيا مثل باكستان وماليزيا وأندونيسيا وغيرها. من هو النبي شعيب عليه السلام؟ النبي شعيب هو بن مدين بن سام بن نوح بن إدريس المصري بن شيث بن آدم عليه السلام، وهو ابن عم نبي الله لوط عليه السلام. بعث النبي شعيب عليه السلام بعد النبي لوط إلى قوم مدين. العرب الذين سكنوا مدينة مدين القرية الواقعة على أطراف الشام بالقرب من بحيرة قوم لوط التي يقال أنها كانت في الأردن، وهم قوم من بني مدين بن مديان بن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة، وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون الميزان فيأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص، فبعث الله فيهم رسولا منهم وهو النبي شعيب عليه السلام. أخذ نبي الله شعيب يدعو قومه لعبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن الأفعال القبيحة، فآمن معه بعضهم وكفر أكثرهم، فاستمر في وعظهم وتذكيرهم بالعذاب العظيم الذي حل بقوم النبي لوط ابن عمه عندما أهلكهم الله فجأة بسبب ارتكابهم الفواحش والمعاصي. نجى الله نبيه شعيب الذين آمنوا معه، والذين كفروا أخذهم العذاب العظيم. طبعا قصة نبي الله شعيب هي قصة طويلة، فيكم تقرأوها تبحثوا عنها، قصة كثير جميلة. هي قصص الأنبياء كلها قصص جميلة رائعة تستحق الواحد يقرأها ويتمعن فيها. طبعا الله أعلم إن كان هو هذا المقام الحقيقي لنبي الله شعيب، لكن المذكور أنه هو هذا المقام، وفي النهاية كل هاي الأمور علمها الأكيد عند الله وحده. بس حبيت أنا أني أوصل وأصور لكم إياه، وإن شاء الله أنه ينال إعجابكم يا ربي. اسمحوا لي أودعكم وأحكي لكم إلى اللقاء.